السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية جميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام مجددا ونوجه هذا التساؤل للبصباعي للمخلوق الفقرولي لسكان حضيرة الجزائر. ياك تقولوا على أن مرتزقة البوليزاريو عضو في الاتحاد الإفريقي والدولة معترفين بها ما عرفت شنو الخزعبلات كلها. في نفس الوقت كتقولوا على أن هناك حرب ما بين المغرب وما بين مرتزقة البوليزاريو. في نفس الوقت كتقولوا على أن المغرب محتل بين قوسين الصحراء وكذا وكذا وكذا. أوكي مزيان. إذا التساؤل اللي كنطرحوه عليكم كما نطرحه في كل سنة، لماذا ويوم أمس اختتمت القمة ديال الاتحاد الإفريقي ولم يستطع أحد في أشغال هذه القمة التي استمرت ل3 أيام تقريبا أنه يجيب السيرة ديال قضية الصحراء المغربية، أو أنه يتكلم على مرتزقة البوليزاريو، أو أنه يتكلم على المغرب بكونه كما تقولون يحتل الصحراء وما إلى ذلك. لم يتم الإشارة لقضية الصحراء المغربية داخل الاتحاد الإفريقي، داخل القمة الإفريقية عفوا، بأي كلمة ولو بكلمة واحدة. وبطبيعة الحال حينما نتحدث عن رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2016 راه قلنا لكم تلك العربدة اللي كانت داخل الاتحاد الإفريقي، لأنه قبل 2016 كنتوا كديروا في الاتحاد الإفريقي ما بغيتوا. كان الاتحاد الإفريقي دائما كيخرج بيانات على الصحراء وما إلى ذلك. رجع المغرب للاتحاد الإفريقي ومنذ ذلك الحين حتى شي حد ما كان مقدر منذ ذلك الحين على أنه يجيب السيرة ديال الصحراء المغربية. ونتحداكم ترجعوا لأشغال القمة الإفريقية اللي بدات يعني في هذا الأسبوع الماضي عفوا، نحن بدينا الأسبوع جديد واستمرت ل3 أيام. خلال هذه القمة تحدثوا عن جميع الصراعات اللي كاينه في القارة الإفريقية. تحدثوا على ليبيا، تحدثوا على الموزمبيق، تحدثوا على مالي، تحدثوا على جميع الدول اللي فيها صراعات في القارة الإفريقية. وما كاينش شي حد استطاع على انه يجيب السيره ديال الصحراء المغربيه ولا يتكلم على الصحراء المغربيه. ونتحداكم انكم تمشيوا لاشغال هذه القمه وتجيبوا لي شخص واحد في هذه القمه الافريقيه او الاتحاد الافريقي ذكر الصحراء المغربيه. وراه يمكن الان تدخلوا للموقع ديال الاتحاد الافريقي وغادي تلقاو جميع المؤتمرات الصحفيه موثقه بطبيعه الحال من الالف الى الياء، ونتحداكم تجيبوا لي شي حد جبت الصحراء المغربيه. طبيعة الحال هذا يحسب للدبلوماسية المغربية التي منذ عودة المغرب للاتحاد الإفريقي أخرست جميع الأفواه. بل أكثر من ذلك متابعينا الكرام، العمل الآن على طرد المرتزقة من الاتحاد الإفريقي، حتى وإن حاول النظام الجزائري على أنه ينقذ المرتزقة عن طريق الرشوة التي أعلنت عنها يوم أمس من طرف عبد المجيد حشاكم بمليار دولار. راه ما غاديش تقدروا، ما غاديش تقدروا، لأنكم اتبعتم هذا الأسلوب ولم تفلحوا. اتبعتم هذا الأسلوب منذ سنوات. أكثر من ذلك الدول اللي كانت كتشد من عندكم الفلوس سحبت الاعتراف بمرتزقة البوليزاريو، والآن راها فاتحة قنصليات في الصحراء المغربية. متابعينا الكرام أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.